كل واحد القائمه دي ايه؟ احنا يا جماعه قائمه بسم الله ما شاء الله، قائمه متكامله فعلا بياخدنا استاذ دكتور محمد عبد الرحمن شرده وكلنا بنشرف بوجوده. احنا معانا منصب النائب، يعني لابد ان احنا نعرف فيه رئيس ونائب وامين صندوق وخمسه فوق 35 وخمسه وكالات تحت 35. معانا بيشرفنا في منصب النائب المهندس عاطف ديوان. المفترض يبقى موجود معانا النهارده احد نجوم النادي واحد الكبارات الحسابات واحد المراقبين الناس الاقوياء جدا في الامور الماليه، الاستاذ طارق الجمعه امين صندوق النادي الحالي، ونتمنى كلنا لهم دقيقه او نقول نقرا الفاتحه واروح بدر الجوافه النهارده. طبعا معانا في العضويه 5 اعضاء، اعتقد 4 منهم كلكم عارفينهم وناس قديمهم بيضاعوا على النادي. معانا مهندس هاني ادوار اللي كان مدير عام النادي 10 سنين وكلنا بنحبه وكلنا بنقدره جدا جدا. معانا احد نجوم النادي والمجلس اللي كان مع الدكتور شتا الاستاذ اشرف عواد المحامي وهو راجل بارع في القانون واضافه كبيره لمجلس الاداره. معانا العميد سمير شامخ وهو راجل كان مسؤول الامن واداره النادي لفتره كبيره. معانا حبيبنا كلنا الاستاذ نبيل فاروق وهو راجل محترم وعقليه استثماريه وهيكون اضافه للمجلس. وعايز بقى كله شكر اسامه وزير عضو مجلس الاداره جاي ان شاء الله. معانا في طبعا في تحت السن 3 فعلا الناس انتوا هيجوا الفتره الجايه وانا فعلا برشحهم باذن الله انهم يكونوا موجودين. جميل لينا معاه شهاده مدني بطله العالم، نجمه كبيره تسعى طول العالم ولاءات اولمبياد، كله شجع على مدني. هيكون لكم واحد هديه الفتره الجايه ان شاء الله. كريم مسعود راجل مهندس بترول وراجل عضو نادي وراجل يعيش ربنا خير الشمس. اي حد لعب باسكت او ليه في الرياضه لازم يعرف محمد ايهاب محسن اللي هو الاطفال لازم يلاقوا الفرقه طول السنه. نخش في الجلسه. طبعا كل واحد موجود في القاعه النهارده بشكره جدا على حضوره. الناس كان عندها استعداد لما كلمنا الناس وكان بقالنا يومين كان الناس يجوا يشرفونا وينورونا، لقينا في حاجه بلده عاديه وانا مبهور بالناس الموجوده كلها. حضوركم على ابنائنا وده حاجه في قلبنا ان احنا الفتره الجايه ان شاء الله هنحاول نعمل حاجه وهنحاول نضيف حاجه باذن الله. قائمتنا عايزين نقول ان هي فعلا قائمه كلنا بنحترم بعضينا، كلنا بنقدر الاخرين، كلنا لا نتجاوز، كلنا لا نقول كلام مرسل لكن هنقول افعال وليس اي كلام. الفتره الجايه محتاجه تكاتفنا، محتاجه وحدتنا، ليه ما نكون في نادي الشمس، ليه ما كل عام وانتم بخير مش هنعمل حاجه. اي حد بيطلع يا جماعه يقول البرنامج بتاعنا طموح وبرنامج هيعمل شكرا. اللي هيجيب فلوس الفتره الجايه وهيقدر يدخل فلوس للنادي ان شاء الله هيرجع تاني للنادي زي ايام زمان، زي ايام لما كان في حمام سباحه كويس، ايام في جيم كويس، في رياضه كويسه. لا ادعي ان احنا في هذا المجلس الموجود دلوقتي في 4 محترمين حاولوا يعملوا كده، المهندس عاطف ديوان واسامه ابو زيد وهاني ادوار وطارق الجمعه. حاولنا نعمل انتبهنا بالرياضه، حطينا ايدينا في الرياضه، كملنا الاجهزه الفنيه، لكن نتيجه مشاكل النادي الجديده ما كانش الامور باينه، لكن حاولنا نلحق وكان معانا رئيس نادي محترم اللواء سامي بيومي وكلنا بنحترمه جدا جدا وبنقدره. كان في خلافات في وقت النظر لكن في النهايه كان القرار بالتصويت ومنتهى الاحترام. مفيش حد ما بيحترمش، مفيش حد ما بيزعلش، لكن العمل الجماعي بالتاكيد بالروح اللي احنا شايفينها دي ان شاء الله هنعدي نادي الشمس الفتره كمان. مش عايز اقول ان احنا عندنا مشروعات وعندنا لا، الكلام موجود في جدول زمني موجود عندكم. الجدول فيه حاجات 3 شهور و6 شهور وسنه وسنتين. فربنا اكرمنا وكملنا وقدرنا نعمل حاجه، محتاجين نسمع كلمه شكرا. لو ما قدرناش نعمل حاجه محتاجين نسمع شكرا. متشكرين جدا وانا هكون اول واحد اقول السلام عليكم واتكل على الله. عاوز اقول ان احنا الفتره الجايه يوم 14 باذن الله هيكون يوم تاريخ نادي الشمس، هيكون يوم ان احنا باذن الله كلنا نتكاتف ونحضر. نادي الشمس كان بيسيطر عليه بعض العناصر اللي الحمد لله ربنا خلصها منها وخلص مصر كلها منها. فالفتره الجايه مصر هتكون كلها وان شاء الله
اللي بيحبوه. طولت عليكم.